محاولة ثانيا اجتمعنا يوما ما وقررنا، وكنا طبعا الشباب بعض الطموح، كثير من الطموح، ولكن شيء من الغلط لأننا لم يكن بيدنا التقرير، لكن قررنا وتخيلنا أنه قرار يمكن أن يطبق. قررنا بإجماع إلغاء الفوارق الطبقية بين مجتمع المقومات. طبعا القيادات من كبار العائلات العرب والزوايا إلى آخره. قررنا إلغاء الفوارق الطبقية، أيضا كنا خاطئين فيها. ثالثا أننا كتبنا كثيرا من المقالات والأقاويل وحتى الكتب لدعم الوحدة الوطنية. من ذلك ومن ما عملته شخصيا، رغم أني لا أريد أن أقدم نفسي كمثال، لكن هذا على الأقل شيء أعرفه شخصيا. شيء من الغنى قلت ذيك الساعة في المنفى بمناسبة زيارة أحد الأصدقاء هو الجيش بن محمد، وغنى ولا ذاك شيء من الغنى لذا نحكي له أعجابه وهو ظاهر عنه وهمه، وأنه يعطي مثالا أو تقييما للوحدة الوطنية حسب ما كنا على الأقل نراه، وظاهر عنه لا يزال صحيحا شيئا ما. احنا ديك الساعة في الغربة ولا نقدروا نرجعوا لموريتانيا بين اللي محكوم علينا بوسر من الشيء ما هو مناسب. على الأقل هو مسيكين كان صاحبه كان زاد هو ربما ما مرد عليه حد. إذا عقبت لنا المنان الأعمار مع تراب البيضان، فيها نمشي ونجو هوان فمانك وأنا فماني، وفيها يتمتع كل إنسان بحريات الإنسان. بيضان وتكرولة غلمان قنقاري والله فلاني، ويواسيها في الحق وطان فخر في خدمته متفاني، لأنه ما ينفرس عليه ولا يتلل. حق الله. الحمد لله فوت ياسر ما تحقق غير العقب، الحمد لله تحقق من قبل. استسمحكم الآن بإبداء ملاحظة ربما لا تحترم منهج جابون كوي بصفة تامة، تتعلق بالقبلية والقبيلة. نحن كنا أول من أدان القبلية من بداية الحركة الوطنية قبل الاستقلال، شباب النهضة، وأطلقنا على سياسة ذلك العصر المتبنية أو المبنية على الولاء القبلي الجهوي، أطلقنا عليها اسم بوليتيك وكنا نحتقرها، وكانت أحزاب بوليتيك كذلك هي الموجودة إلى آخره. لكن الأمور تطورت تطورا كبيرا وربما عكسيا، فبعد أن تبنى الجميع بما فيه الحكومات مبدأ رفض القبلية، رجعت القبلية بأقوى ما يكون وبشكل منبوذ وغير شرعي وغير مفيد، هو القبلية القبيلة. ولذلك أريد أن أوضح أن هناك واقعان مهمين حقيقيين، واحد القبيلة وواحد القبلية. القبيلة وحدة اجتماعية واقتصادية وإلى آخره، مثل القرية في الدول الأخرى في العالم الآخر. القبيلة عندنا هي أساس المجتمع، وهي وحدة تعاون وتضامن بين الناس.
ولا بديل لها إلا إذا كانت هناك دولة حقيقة المواطنة فيها بمعنى ما هو موجود في العالم، وتقوم للفرد مقام القبيلة، مقام المجتمعات، المجموعات الصغيرة التي تضمه وتكنفه وتضمن حياته وتضمن حقوقه. إذا القبيلة شيء واقع وطبيعي، ولا مثلا ما يقد ميدان، ما يقد نقال القبيلة ما يخارج والله ما يرضى تخرج، ما نقد نقولوا الأوروبيين مثلا والله الناس الأخرى قاعدة فارقة الآخرين، القرى ما يرضى لا تكون خارجة، الوحدة الوطنية تعني ما تبقى قرية ولا يبقى، لا ما هو خارج. الدول كلها مبنية على أسس قاعدية، وهذه الأسس هي القرية أو القبيلة عند البدو، والبدو حتى إذا سكنوا في المدن يبقى عامل القبيلة موجودا عندهم. هذه القبيلة. القبلية شيء آخر. القبلية منهج تعبر عنه قبل كل شيء المحسوبية، وظهر في هذه العصور بامتهان المحسوبية بشكل غير معقول. والمشكلة أنه أكثر الناس قبلية وعنصرية إلى آخره يدعي أن القبلية غير موجودة حتى لا تمكن إدانته. كيف يدان بأنه قبلي وبأنه يستغل نفوذه ليفضل قاربه على الآخرين رغم كفاءة وبغير كفاءة؟ طبعا أسهل شيء هو أن ينفي أن القبلية غير موجودة. كيفاش تدينني بالقبلية؟ القبلية غير موجودة. هذا طبعا تروح فاسد بالفرنسي. إذا هذا هو اللي خرج وعكسي تماما للنتيجة اللي كنا نبدو لها أصلا. والآن تعاني منه البلاد بشكل خطير، لأنه مثلا أصبحت هناك مجموعات تسيطر على كل شيء تقريبا، لأنه كل تعيين يكون بالمرصاد له بعض أشخاص المتنفذين كما يقال الآن، ولا يقبلون تعيين إلا أحد إلا القليل. طبعا ما خارج القبيلة ما موجود منها شيء غير تصبح بعض المجموعات عندها كل شيء والآخرين ضامقين إلى حد كبير على الأقل نسبيا. ولا يرضى الساحل يتخيل لا هم وحدهم، هم وحدهم اللي مهمشين ومضمقين، ولو أن حظهم في هذا كبير جدا بلا شك، ربما كان أكثر من غيرهم تهميش. لكن لا شك أيضا أن هناك بعض المجموعات الأخرى في مناطق أخرى أيضا تتأثر بهذا التهميش. المهم الله أعلم إذا كان هذا عنده دواء، ولا شك أن ما نصبو إليه من تغيير وما نؤيد له من سياسة تغيير في الدولة الآن واللي تم بعضه، وهناك مؤشرات إن شاء الله لأنه ربما يصل إلى نتائج مهمة أخرى. طبعا هذا فيه أمل ويمكن العمل لمساعدته. لكن أقول أيضا أن الجميع لا ينبغي أن يكتفي بانتظار كل شيء من الدولة، فالدولة طبعا للجميع وعليها الحرص على مصلحة الجميع، ولكن للفرد دور لا غنى عنه. أولا لأنه كما يقال ما حق وراءه طالب، منين يعود ما فهم ما وراء طالب. طبعا ذا اللي فايده الأمر يعدل اللي قد يعدل المحقق عنه غير مولي إذا ما تم ينبه لا يفوت ياسر شيء. إذا حق الفرد والمجتمعات والمجموعات ضروري أنهم يعودوا واقفين بأمورهم واقفين دونهم واقفين وراهم. ثانيا عندهم المجتمع المدني الذي أصبح الآن يلعب دور أساسي في العالم. هم
طبعا جاء متأخرا ولا يزال دوره متذبذب ومتفاوت إلى حد كبير، لكن ربما يكون طريق لا بأس به لهذا، ولذلك يمكن أن يلعب الجميع دور في هذا. وأخلص على هذا الطريق بالحديث عن ما نحن فيه الآن. نحن هون في استضافة زاوية الشيخ محمد المؤمن، وكان لها الفضل في قبول ذكر الرابطة إلى جانبها رغم ضعف دورها ما حصل. لكن للمنظمتين دور مهم. الزاوية لها شيء قايمة به، وطبعا أشكر من جديد أخي الصغير محمد الماوي، وأذكر بوالده المرحوم أحمد بزيد صديقي الذي لعب دورا أساسيا في الرابطة وخلقها من جديد، وترك لأولاده والحمد لله قاموا بالواجب بعده، وهم خلف لخير إن شاء الله. مبادرة لإحياء تراث رموز أكسب بلاد شنقيطة مكانتها التاريخية المميزة، جهود تذكر فتشكر، لكنها تحتاج إلى مزيد عناية حتى لا تتوقف هنا. في أمان الله.